القصة بتبتدي في الدنمارك في زمن الفايكنج فوق قمة جبل عملاق بيلعب مبسوط مع ابنه الصغير ترول. فجأة بيوصل زعيم قبيلة دنماركية مع رجالته راكبين على خيول ومخططين يقتلوا العملاق، بس قبل ما يوصلوا العملاق بيلمحهم من بعيد علشان يحمي ابنه. بيشيله بسرعة وبيجري ناحية الجبل تاني، لكن الزعيم ورجالته بيلفوا حواليه. العملاق بيخبي ابنه على منحدر الجبل وبيحاول يخوف الرجالة ويبعدهم بدل ما يحاربهم على امل انهم يرجعوا، لكن الرجالة ما مشيوش وبيهاجموا عليه بالسهام والرماح والمشاعل المولعة. العملاق بيفقد توازنه وبيقع من فوق الجبل وبيموت في ساعتها. من مكانه اللي مستخبي فيه ترول بيشوف كل حاجة وهو ساكت، وبعدها الزعيم بيروح على حافة الجبل وبيشيل القناع بتاعه. بيبص لتحته بيلاقي الولد الصغير. للحظة بيفكر يقتله هو كمان، بس علشان طفل قرر يسيبه عايش، ومن غير ما يقول لرجالته بيركب وبيمشي. بعدها ترول بينزل من الجبل، بيقرب من البحر يلاقي جثة ابوه مرمية. يحاول يجر الجثة بعيد عن الغربان والنسور بس تقيلة عليه، وفي الاخر بيضطر يستخدم السيف يقطع الجثة لحتت ويشيلها على الكهف. هناك بيخبي البقايا وبيعيش لوحده جوه. تمر سنين كتير ويكبر ترول، بس كل يوم بيبص على راس ابوه المقطوع يعيط بحزن ويفتكره. في نفس الوقت في قبيلة الفايكنج في الدنمارك الكاهن عمل مراسم دينية علشان يفتحوا حانة جديدة، وبيقول للزعيم ان الحانة بقت جاهزة على الاخر. وعلى الناحية التانية ترول اللي مستني السنين دي كلها ينتقم لابوه اخيرا بيطلع من الكهف في الليل. وبعض محاربين الفايكنج بيحتفلوا جوه الحانة بيوصل ترول بيهاجم على الحارس اللي واقف بره وبيكسر دماغه، وبعدين بيدخل الحانة جوه ويقتل كل الفايكنج بطريقة وحشية. وتاني يوم الصبح الزعيم بيرجع للحانة برجالته وبيتصدم من المنظر. جثث المحاربين الفايكنج مرمية في كل مكان من الليل، كلهم مقتولة بطريقة بشعة. الزعيم بيسأل القائد كان فين لما ده حصل. القائد بيرد كنت في القرية، شوية شباب فضلوا هنا بعد ما شربوا، بس ما يعرفش مين اللي قتلهم بالقسوة دي. والغريب ان ولا ست ولا عجوز اتأذى. اول ما سمع ده الزعيم بيقلق. في مكان تاني للفايكنج في جلاد لاند اللي بيزعمهم ليو، محارب فايكنج مشهور، وكالعادة بيركب سفنهم علشان يطلعوا غارات وينهبوا. بس وهم في رحلة البرد الشديد بيضطرهم يوقفوا قريب من الدنمارك. في الليلة دي الزعيم الدنماركي طلع على الجبل ومعاه الحارس بتاعه وقعد ينادي وهو بيتحدى ترول. وهو ماشي خطوتين لقدام ترول طلع فجأة من ورا الحارس وضربه على دماغه وقتله في ساعتها. الزعيم شاف المنظر من البعيد، مسك سيفه واتحرك ناحيته، لكن قبل ما يلحق يوصل ترول جري واختفى. من وقتها الزعيم مش قادر يفهم ليه ترول ما بيواجهش وش لوش، وليه دايما يخلص على الحراس ويهرب. تاني يوم الصبح القبيلة كلها اتجمعت عند مكان المذبحة. مرات الزعيم وقفت قدامه وقالت له ان رجالة الفايكنج بيقعوا واحد ورا التاني، والقرية كده هتتملي أرامل ومش هيبقى فيها رجالة. الزعيم ما كانش عنده رد ولا حل وسكت من الكسوف. بعدها مراته راحت عند لينا الست اللي عايشة لوحدها على الجبل وسألتها لو شافت ان جوزها هيموت بنفس الطريقة. لينا صدمتها وقالت انهم زمان طردوها وسمعوها كلام وحش ودلوقتي جايين يطلبوا منها المساعدة. وفي الاخر قالت لها ان جوزها مش هيموت على ايد ترول. مراته رجعت بيتها ساكتة. في نفس الوقت الفايكنج جلات لاند بقيادة ليو وصلوا بسفنهم ونزلوا قريب من مستوطنة للدنمارك. اول ما شافهم جندي من الدنمارك حذرهم وقال ان الارض دي كمان تابعة للفايكنج. ليو رد عليه وقال انه مش جاي يهجم ولا ينهب، هو ورجالته بس عايزين يرتاحوا يومين. الجندي صدقه وخده يقابل الزعيم. الزعيم اتبسط لما شاف ليو وافتكر انه زمان كان طفل صغير لما شاف ابوه ودلوقتي بقى محارب كبير. في نفس الليله عمل لهم وليمه في الحانه ومراته بنفسها بتقدم لهم المشروب. وسط العزومه ليو لاحظ ان في ستات كتير وارامل والرجاله قليلين. ساعتها الزعيم حكى له عن هجمات ترول اللي بتيجي كل ليله. ليو ساعتها قرر هو ورجالته يستنوا الترول بنفسهم. في الحفله الزعيم ومراته والناس كلهم رجعوا بيوتهم، بس ليو ورجالته ومعاهم شويه من رجاله القبيله فضلوا قاعدين في الحانه. في نص الليل ترول طلع ووقف بره الحانه. في الاول قرب من الكاهن وراح فحصه، وبعدها اتحرك ناحيه الباب وقعد يشم فيه علشان يعرف اذا كان اللي جوه من الفايكنج المحليين ولا غرب. وجوه الحانه ليو ورجالته حسوا ان ترول وصل فاستعدوا بسرعه للقتال، بس ترول كان واخد باله ان اللي جوه مش الفايكنج اللي هو عايزهم. بدل ما يدخل قرر يسيب علامه وبعدين اختفى في الضلمه. الفايكنج اللي جوه اول ما اتحركوا للهجوم لقوا ان مفيش حد بره
الصبح الزعيم قال لليو هو مستغرب ان الليله فاتت وما اتقتلش ولا راجل. ليو رد انه فعلا ترول جه الباب بس ما قتلش حد ومشي. وبعدها ليو خد معاه شويه من الرجاله ومعاهم كام واحد من القبيله وطلعوا يدوروا على ترول في التلال ممكن يلاقوه يخلصوا عليه، بس بعد ما لفوا كتير ما وصلوش لاي نتيجه ورجعوا القريه فاضيين. بعدها بفتره ليو خرج لوحده وراح قابل لينا الست اللي عايشه بره القريه قريب من الجبل، وقال لها انه سمع انها بتشوف الموت قبل ما يجي. لينا ردت انها فعلا عندها الحاسه دي، وقالت له كمان انها سمعت عنه هو شخصيا محارب فايكنج مشهور، وسالته ايه اللي جابه هنا. ليو قال انه عاوز يعرف قد ايه ناس هتموت في المعركه اللي بين الفايكنج وترول، وهل ترول نفسه هيموت ولا لا، وقال لها انه مهم يعرف علشان يقدر يحمي الناس. لينا ردت انها اصلا مش من الناس دي، وانها اتجبرت وهي صغيره تعيش حياه مليانه عار بسبب ابن اخ الزعيم، ومن وقتها اتسابت لوحدها. وبالنسبه لسؤاله اكدت انها شافت المستقبل، ترول هيموت فعلا، بس في المقابل كتير من الفايكنج هيموتوا والارض هتتغطى دم. وبعدين قالت ان الناس هنا ما يستحقوش غير كده، وان ده عقابهم على اللي عملوه في ترول، ونصحته يبعد عن الموضوع كله. وقبل ما ليو يقدر يسأل اكتر رجالته وصلوا بيدوروا عليه وقالوا له ان الليل قرب وانهم لازم يكونوا جاهزين. فليو رجع معاهم للقريه، وبعدها ليو قعد مع الزعيم لوحدهم وسأله اذا ترول عمره قتل ست او طفل او عجوز. الزعيم اكد ان ترول دايما بيقتل رجاله الفايكنج بس. ساعتها ليو فهم وقال ان ده معناه ان ترول مش وحش عشوائي، ده كائن ذكي وبيتحكم في نفسه. الزعيم اتفاجئ وقال ان ترول بيقتل ناسهم، وبالرغم كده بيمدحه. ليو رد وقال انه مش بيمدح ترول، بس واضح ان في سبب ليه يقتل الرجاله بس. لحد دلوقتي ترول ما هاجمش القريه او اهلها بشكل مباشر. الزعيم قال انه قبل 20 سنه كان في عملاق اتقتل، وبعدها ما حدش شاف عمالقه تاني ومش عارف ده جه منين اصلا. وقال كمان لو خايف منه بلاش تقاتل. في الليله دي ليو ورجالته قضوا الليل جوه الحانه واستنوا ترول، ولما حسوا انه قرب طلعوا كلهم مسلحين، لكن ترول اختفى تاني في الهواء فخاب املهم ورجعوا جوه. وفي اللحظه اللي راحوا فيها ترول خرج بهدوء من ورا صخره ورجع مخبأه. الصبح اللي بعده ليو راح تاني للينا وسالها ازاي ممكن يقتلوا ترول. لينا ردت عليه بسؤال ليه ما ترجعش لبيتك مع رجالتك. ليو قال انه قبل ما يمشي لازم يعرف ازاي حرر الناس من الترول ده. خدت لينا ليو الكخه ورمت عظامها وعملت طقوس وبدات تدور على اجابه، وبالصدفه سمعوا صوت ترول بره. ليو نط يطلع بسرعه، لكن ترول لما شافه هرب. ليو ركب على حصانه وطرده لحد ما قرب. ترول طلع يتسلق الجبل. لينا جريت وراه لحد ما وصلت. ليو نده وقال له لو شجاع يجي يقابله، ليه مستمر بالهروب؟ ترول رد بلسانه. لينا فهمت اللي ترول بيقوله وقالت لليو الكلام. ترول قال ان معركته مش معاه ولا مع رجالته لان هم ما اذوهوش، وعلشان كده عمره ما هاجم عليهم. كلام ده فاجئ ليو ورجع مع لينا للكوخ. ولما اتجمعوا في الكوخ ليو سالها ليه ترول بيتجول حوالين المكان. لينا حكت له حكايه ابن اخ الزعيم زمان اجبرها تعيش في حياه مخزيه، وبعد وقت قليل مات وهو في سريره. الناس لامتها وطردتها من القبيله، ومن ساعتها وهي عايشه لوحدها على الجبل. كتير من رجاله الفايكنج كانوا بيجي كل ليله يهنوها، لكن لما ترول بدا يظهر محدش تجرأ يجي بعد كده، وعلشان كده لينا رفضت تساعدهم. ترول المسكين اتعذب كتير، قالت وده سبب انتقامه. وبعد ما عرف ليه القصه دي راح للزعيم وقال له انه اتكلم مع ترول عن طريق لينا، وان ترول اتأذى من ناس الفايكنج وده اللي مخليه ينتقم. الزعيم حس بعدم ارتياح وقال هيتكلم معاه بعدين. ولما ليو كان راجع لرجالته شاف واحد معاق بينضرب من شويه اطفال. بيبعد ليو الاطفال، وبعدين الراجل ده قال لهم ان ابوه كان قتل والد الترول، وان ترول قتل كل رجاله العيله. الراجل قال انه يعرف فين ترول ساكن. بيقول لليو ان هو واصحابه يقدروا يروحوا هناك ويقتلوه. وبعد الكلام اللي سمعوه ليو ورجالته ركبوا القارب وطلعوا على الجبل اللي فيه الكهف العملاق. الراجل المعاق كان بيوريهم الطريق لحد ما وصلوا للشاطئ، وابتدوا يطلعوا الجبل لغايه ما لقوا المدخل الوحيد للكهف. واحد من الفايكنج حاول ينزل، رجله ثابت فيه وكان هيقع، بس الباقي لحقوه وشدوه لفوق. من بعدها محدش فيهم كان عنده الجرأة يدخل الكهف. بدل كده قرروا يرجعوا على القارب، لكن فجأة طلع ترول من تحت المية وهاجم على اللي أزعجه قدام الكهف وحاول يقتله. أصحابه لحقوه وضربوا ترول لحد ما رجع تاني تحت المية، والفايكنج نجا بأعجوبة. رجعوا كلهم على الحانة يستنوا ترول طول الليل، بس المرة دي ترول ما قربش. تاني يوم الصبح ليو
ليو خرج بيلاقي الراجل المعاق مقتول على ايد ترول. ليو ورجالته اتصدموا وقرروا يرجعوا الكهف تاني، بس المره دي لبسوا رداء يخليهم يقدروا يوصلوا لمدخل الكهف. دخلوا جوه لقوا حاجات غريبه مرميه في كل حته. واحد من الفايكنج مسك جمجمه والد ترول كسرها. ترول ما كانش موجود وقتها، لكن لما رجع وشاف الاهانه اتجنن. الليل جه والفايكنج كانوا نايمين في الحانه. ترول دخل عليهم زي العاصفه وهاجمهم وقتل اللي كسر جمجمه ابوه. ليو دخل في قتال معاه، لكن قوته ما كانتش قد ترول حاول يهرب من السقف. ليو مسك رجله وربطه بسلسله حديد تقيله. ترول حاول يفلت، ضربه ليو بقوه لكن ايده اتزنقت في السلسله. واحد من الفايكنج رماه بسهم لكنه صده. ترول اضطر يقطع ايده علشان يهرب. جري ناحيه البحر بس ما قدرش يبعد اكتر ووقع ومات على الشط. فجاه قوه غريبه شدت جثته جوه الميه. تاني يوم الفايكنج حرقوا جثث اصحابهم اللي ماتوا. ليو بص للزعيم وقال له انت ما قلتليش غير نص الحقيقه. دلوقتي وبعد ما الترول مات احكي لي الباقي. الزعيم اعترف انهم زمان قتلوا ابو الترول من غير سبب، واللي بيحصل دلوقتي كله تمن اللي عملوه. ليو اتعصب وقال له علشان تفكيرك مات واحد بريء. ترول عمره ما اذى الابرياء زيكم. الزعيم ساعتها اتحرج. الليل جه والفايكنج علقوا ايد الترول المقطوعه في الحانه واحتفلوا معتبرين انهم خلصوا منه، وبعدها اغلبهم رجعوا بيوتهم. ليو راح عند لينا حكت له عن ماضيها وانها اتعرضت للذل من رجاله الفايكنج، وان ترول كان سبب ان محدش يقرب منها. وقالت له هو ما كانش شرير، كان شايل وجع من طفولته بس. نص الليل والدة ترول هجمت القريه وقتلت الكاهن. دخلت الحانه وذبحت كل الفايكنج اللي جوه وخدت معاها ايد ابنها. تاني يوم الصبح ولد صغير قرب من لينا في السر، طلبت منه يسكت ومشيت معاه بعيد. في نفس الوقت الفايكنج افتكروا ان ترول لسه عايش وهو اللي عمل المجزره دي، وطلعوا يدوروا عليه. ليو حس ان في حاجه مش مظبوطه، راح لوحده على الكهف غطس في الميه، ولما دخل لقى جثه ترول على صخره. وهو بيقرب امه هجمت عليه من وراه وخنقته. مسك حجر وخبطها على دماغها وبسيفه خلص عليها. فجاه الولد الصغير ظهر ومسك سيف. ليو استوعب الحقيقه، الولد ده ابن لينا وترول. ليو ساعتها نزل سلاحه وما عملش له حاجه. بعدها ليو رجع للقبيله وقال للزعيم انه هيمشي. ترول وامه خلاص ماتوا، وقبل ما يمشي قابل لينا وحذرها لو الناس عرفوا ان للترول ابن هيقتلوكم. ردت لينا بهدوء وقالت السر ده بيني وبينك، ومشيت. في الاخر ليو بنى قبرين للترول وامه قدام كوخ لينا. من بعيد ابن الترول كان واقف شايف كل حاجة والدموع مالية عينه. ليو ركب مع رجالته ورجعوا على بلدهم تاني. وهنا الفيلم بيخلص. لو عجبك اضغط على الاعجاب واشترك بالقناة وفعل زرار بتاع الجرس. سلام.